في شارع لو مشيت فيه هتحس إنك رجعت 100 سنة لورا، في وسط قلب القاهرة وفي مساحة صغيرة مليانة تاريخ. شارع مبانيه أوروبية وروحه مصرية وحكايته أغنى من أي رواية. شارع طلعت حرب، الشارع اللي اتولد في عصر الخديوي واتسمى على اسم راجل غير شكل اقتصاد بلد كاملة، وعاش فيه أجيال من الفنانين والمثقفين، وفي كل حجر فيه حكاية منسية مستنية اللي يسمعها. قبل ما يبقى اسمه شارع طلعت حرب، الشارع ده كان جزء من مشروع ضخم اتولد في منتصف القرن ال19، مشروع الخديوي إسماعيل، الراجل اللي كان حلمه يعمل من القاهرة باريس الشرق. أول حاجة عملها جاب مهندسين فرنسيين يرسموا شوارع العاصمة الجديدة على نفس نظام باريس، شوارع واسعة، مباني بطراز أوروبي، ميادين كبيرة، تماثيل، كافيهات، مسارح. وكان من ضمن الخطة شارع مهم اتسمى وقتها شارع سليمان باشا. سليمان باشا أو جوزيف سيف، ضابط فرنسي جه مصر أيام محمد علي باشا، أسلم وبقى اسمه سليمان باشا الفرنساوي، وبقى واحد من أهم القادة العسكريين اللي ساهموا في تأسيس جيش مصر الحديث، عشان كده اتسمى الشارع باسمه. وكمان الميدان اللي لسه موجود لحد النهاردة. المنطقة دي كانت رمز لوجود الجاليات الأجنبية الأوروبية اللي عاشوا في القاهرة أكتر من 100 سنة. ولو رجعنا سنة 1900 هنلاقي الشارع كان مختلف تماما، كان مليان عربيات حنطور وترام ومحلات أنيقة لبيع الملابس الأوروبية، والعمارات كانت لسه جديدة مبنية على الطراز النيو كلاسيكي والباروك، بواجهات منحوتة وشرفات من الحديد المصنوع يدويا. وكانت المنطقة دي ملتقى الطبقة الأرستقراطية، أعيان، ضباط، مثقفين، جاليات يونانية، إيطالية، فرنسية، كأنك ماشي في جزء صغير من أوروبا بس في قلب القاهرة. وبعد ثورة 1952 اتغيرت خريطة مصر واتغيرت معاها أسماء شوارع كتير. كانت الدولة الجديدة عايزة تطبع الهوية المصرية على العاصمة كلها، فشالت أسماء الأجانب وبدلتها بأسماء رموز مصرية. وهنا ظهر الاسم اللي فضل لحد النهاردة، شارع طلعت حرب. طلعت حرب باشا، الاسم اللي ملايين من المصريين بيمشوا في الشارع ده من غير ما يعرفوا قيمته. طلعت حرب بنى الاقتصاد الوطني، أسس بنك مصر سنة 1920 وقال جملة تدرس لحد النهاردة: اقتصاد مصر مش هيقوم إلا بأموال المصريين. تحت إيده اتبنت شركات عملاقة، مصر للطيران، مصر للغزل والنسيج، واستوديو مصر، ومصر للتأمين، وشركات السينما والمسرح والإنتاج، وشركات كانت بتوظف آلاف المصريين. كان هدفه إن المصريين يمتلكوا اقتصاد بلدهم لأول مرة، وكان سبب في إن الاقتصاد المصري يبقى ليه هوية وطنية. تخيل إن كل الحاجات دي حصلت من راجل واحد، فعشان كده لما توفى كان من الطبيعي إن اسمه يتكتب على واحد من أهم شوارع القاهرة. نيجي بقى لجوهرة الشارع، عمارة الإيموبيليا، العمارة اللي اتبنت في الثلاثينات وكانت أول برج سكني حقيقي في القاهرة. كانت تعتبر معجزة وقتها، 16 دور وتصميم فرنسي. طيب ليه العمارة دي أسطورية؟ لأنها كانت بيت النجوم، عبد الحليم حافظ، ليلى مراد، وأنور وجدي، وزينات صدقي، وكمان نجيب الريحاني، وحتى كبار الصحفيين والكتاب عاشوا فيها. العمارة كانت عبارة عن كومباوند فخم بس وسط القاهرة، وكانت بتشبه حياة الفنانين في هوليود زمان، وفيها لحد النهاردة قصص زي قصة شقة عبد الحليم اللي كان بيقعد فيها يجهز أغانيه، وقصة شقة نجيب الريحاني اللي قالوا إنها لسه محتفظة بلمسته. شارع طلعت حرب كان هوليود القاهرة، سينما مترو، سينما ميامي، سينما راديو، أماكن عرضت أول أفلام عبد الحليم، فاتن حمامة، وإسماعيل ياسين. الناس كانت بتلبس شيك وتتفرج على الفيلم، وبعدها تدخل أقرب كافيه تتكلم عن اللي شافته. شارع كان عايش على النور والضحك والسينما والفن. النهاردة ورغم الزحمة والدوشة ورغم تغير القاهرة نفسها، شارع طلعت حرب لسه شايل روحه القديمة، لسه العمارات واقفة بنفس الشرفات الحديد، لسه الميدان فيه تمثال طلعت حرب باشا، لسه السينمات شغالة، ولسه الشارع قلب وسط البلد، لأنه ببساطة كتاب مفتوح لو مشيت فيه هتشوف طبقات القاهرة كلها: زمن الخديوي، زمن الاحتلال، زمن السينما، وزمن الثورة، زمن الناس اللي عاشت وماتت وسابت أثرها في الشارع. شارع طلعت حرب مش مجرد طريق، ده أرشيف حي من غير ما ندفع تذكرة. في يوم من الأيام لو لقيت نفسك معدي في وسط البلد، ادخل شارع طلعت حرب، امشي
بالراحة وبص فوق، اتفرج على الشبابيك القديمة واسمع صوت المدينة، وحاول تتخيل كل الناس اللي مشيت قبلك هنا. يمكن تلاقي نفسك بتعيش لحظة من زمن ما بيرجعش، لكن الشارع محتفظ بيها. وبس.